اذا المشاهدين دابا غادي يجبدوا جوج اخرى كما كتشوفوا بالصوره. مشكورين رجال الدرك الملكي هنا بالمنطقه ديال سيدي حجاج حي الرياض نواحي الدار البيضاء. هذا المجرم هذا اللي قتل عدد كبير من المواطنين باين السبع وكيجي يدفنهم هنايا. دخول سكينه صراحه قليل ما كنشوفوا بحال هذه الجرائم هذه وبالطريقه وبالواشيه هذه. غريبه صراحه مجرد من روح الانسان يقدم على هذا الفعل هذا. يعني فتينا بهذا الشكل. شنو غيقول المولاه؟ اذا هانتم كما كتشوفوا اذا انتم كما كتشوفوا التجمهر ديال المواطنين اللي مستغربين من هذه الجريمه هذه الجرائم هذه اللي دار هذا المجرم هذا. كتواجدونا واحد دار بيضاء سيدي حجاج حي الرياض على مستوى واد حصار. لولا الحين كدير واش شويه واش مزيان شويه اللور صافي ما قال والو صافي شكرا صافي ما كاين مشكل مرحبا طريقه الله يحفظك الله يحفظك الله يبارك فيك الله يعطيك الخير. شي واحد كاسكيطه كاسكيطه واحد شويه الله يحملك المهمه ديالك. الشرطه العلميه مازال كتبحث عن المكان البحث مازال جاري من طرف الجهات المعنيه والشرطه القضائيه والعلميه والدرك الملكي على باقي الجثث. إذن الجرافة كيقوموا بالاستعانة بها من أجل الحفر. الثانية مازال كنحتاج من عين المكان كيف كتشوفوا هنا التي قام بطريق ثري جدا ديالها صراحة كيف كتشوفوا معنا هذيك اصاحبي ودابا تشبانونا حنا هنايا صاحبي. صافي شحال المورا صاحبي من اجل الوصول الخطة الاخرى اللي يكون هنايا زين لعب لدفنها داخل المنزل للأخت ديالو.
إذا دابا غادي نجبدوا الجثة الثالثة. في بلوك الرياض بسيدي حجاج. الذي ارتكب هذه الجريمه من نوع عن طريق الخاص يعني هذه الجريمه يعني صراحه من الدرجه الاولى ارتكاب. اذا المشاهدين الكرام بالنسبه للناس اللي غتشوفوا بنا هذا جاء يعني سفاح منطقه عين سيدي. هذا الاشخاص في هذه اللحظات تم العثور على الجثه الثانيه في حين الجثه الاولى تم العثور عليها يوم امس فترة ديال الليل هنايا في هذا المكان هذا يعني كيتبعهم مجرد كيدفن. يعني باقا الجثة الثالثة يعني راه داخل المنزل ولا زالت عملية حفر داخل المنزل ديال الأخت ديالو باش يجبدوها. هذا هو ساكن في منطقة عين سباع حتى الضحايا ساكن حتى هو منطقة عين. يعني هو العمر ديالو راه في الستينيات، يعني ماشي واحد صغير. هذا سفاح قاتل بالتسلسل. اللحظات هي لحظات كارثيه وحزينه ولها معايير ومقاييس كبرى في الانسانيه. يعني صراحه هذا مجرم خطير. ممكن كتشوف معنا يعني هذا احد كريهه اصلا من المكان يعني يتم الحفر ديالو الان. يعني كاين بعد اجزاء ديال الجثه هنا مازال البحث ربما كاينش جثه اخرى ربما كاينش جثه اخرى إذا كما كتشوفوا معنا بأسطورة تجمهر كبير ديال المواطنين المصابين بالذهول والاستغراب من هذا الفعل الشنيع ديال هذا المجرم السفاح اللي قتل عدد كبير من المواطنين، أرملة عدة 60 عام ومواطنين آخرين. دابا كيبحثوا على الجثة الثالثة في هذا المكان هذا. بقاو معنا مشاهدينا. إذا جثة أخرى اللي دخلوها الآن سيارة ديال الإسعاف. ومازال البحث إذا جثث كثيرة. الله يرحم الوالدين هي خويا. لا تما كاين حفر تما كتكون شي جثة ولا شي حاجة حتى شي ولا كيخلع هاد البلاصة. والله إلا وليت كتخلع الناس كلهم. هذه خاصها تقلب كاملة. واخا بلاتي باش ما نديروش حنا بردي ولا خليتيه هو اللي إذا بقاو معنا مشاهدينا في هذه المشاهد اللي كنقدموا لكم من حي الرياض بسيدي حجاج نواحي الدار البيضاء على مستوى واد حصار. اجي هنا اجي هنا اجي ترك طويلة. مزيان. حصار نواحي الدار البيضاء الشرطة التقنية والعلمية مازال. هذه الجثة الثالثة. هذه الجثة الثانية. يعني 3 ديال الجثث تم العثور عليهم. الثالثة فقط تم العثور على الجثة الثالثة، ولكن بقى حاليا في البيت في المنزل ديال الأخت ديالها. يعني هذه جريمة. مازال بقى واحد الجثة في البيت ديال الأخت ديالو منظمة. كلهم الضحيات في عين السبع بغيت
جابوا من وراء الصالة. اذا هانتوما كما قلت جثه اخرى. الاجزاء ديال الجثه كتنقل الى سياره نقل الاموات كيف كتشوفوا معنا مباشره. شي خطير هادشي. هذا دار مجزره، هذا هذه مجزره يقولوا هذه بها مجزره هذه. وحش ادمي كيف كتشوفوا معنا مباشره. اذا هذه الجثه الثالثه، وبقى وحده في البيت ديال الاخت ديالو من غير هادو. يعني كيف كتشوفوا معنا مباشره هذا الشيء خطير جدا اللي كنشوفوا الان. زيد شويه كيف كتشوفوا معنا مباشره من عين المكان، كيف كتشوفوا معنا يعني عثور على اجزاء اطراف الضحيه من عين المكان بعدما التحقوا رجال السلطه ورجال الدرك الملكي والشرطه العلميه هنا. كيف كتشوفوا معنا بعدما التحقوا يعني آلات الحفر هنا، يعني ثلاثه ديال الاليات كيف كتشوفوا معنا، الاولى الثانيه المباشر والثالثه هي يعني مجهود كبير هنا بواحد البقعه ارضيه، ومازال الحفر يعني مازال متواصل من اجل اتمام العمل ديالهم والبحث ديالهم على الاطراف ديال هاد الاشخاص اللي كانوا ضحيه ديال هاد السفاح المجرم الخطير. كتشوفوا معنا يعني تواجد الشرطه العلميه والدرك الملكي والسلطات المحليه بعين المكان. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ثلاثة ضحيات يعني اللي قتل هذا السيد هذا، وراهم الآن كيكتشفوا ضحية بضحية في الأوقات العصيبة والأوقات يعني المحرجة والخطيرة. يعني صراحة ماشي كنديروا الفاسي قالت لواحد المدينه. كيف كتشوفوا معنا المباشر مازال البحث جاري من طرف الشرطه العلميه. اذا مشاهدينا، البلاصه بعد اللي كنتواجدوا فيها اللي كنقول لكم من هذا البث راه واحد البلاصه خطيره، مازال البحث جاري على باقي الجثث. اذا انتم كما كتشوفوا مشاهدينا هذا يقع في هذه اذا مشاهدينا غادي نوقفوا البث المباشر وغادي نعاودوا